بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم. النهاردة هنعمل الفتة بلحمة الراس، وممكن تستخدمي لحمة عادية. أنا هنا معايا لحمة راس مغسولة ومتنضفة كويس جدا، ومعايا مية بتغلي بنزل فيها بطماطماية وبصلة وورق لوري، وبنزل باللحمة. طبعا حرارة المية بتنخفض لما بنضيف اللحمة. ولما اللحمة بتغلي بشيل اي زوائد او اي حاجة بتطلع من اللحمة بالشكل ده بالمعلقة، وبقلب اللحمة وبشيل اي حاجة بتطلع. وبقطع فص توم على الشوربة، بيدي طعم جميل جدا للشوربة. بنسيب اللحمة بتستوي براحتها، وفي حلة تانية على النار معايا توم مفروم وسمنة علشان هنعمل الصلصة. وبحمر التوم علشان ياخد لون ذهبي بالشكل ده خفيف. وبنزل على التومة بمعلقتين كبار من الخل او بربع كوباية من الخل الابيض. وبضيف عصير الطماطم، ولو عندك معجون طماطم او صلصة طماطم بنضيف معلقة كبيرة. وبنزل برشة من السكر ومعلقة ملح، فلفل اسود، وبتبل اللحمة كمان بملح وفلفل اسود. بنسيب الصلصة على جنب علشان نعمل الرز. بضيف هنا معايا كيلو من الرز مغسول ومتصفي، وبنشوح الرز مع السمنة او سمنة وزيت على حسب ما بتحبي تعملي الرز. وبضيف الملح، وبنزل بمية سخنة على الرز، وبتبل الرز اللي معايا بملح وفلفل اسود. وما تخافيش، الفلفل الاسود مش بيغير لون الرز وبيديه طعم جميل. هنا معايا معلقة من الملح وربع معلقة صغيرة فلفل اسود. وبعلي النار على الرز لحد ما يشرب المية بتاعته، وبعدين بهدي عليه النار لحد ما يستوي. هنا خلاص اللحمة استوت معانا. هنحمر اللحمة، والرز كمان استوى، والصلصة جهزت. هنحمر اللحمة علشان نغرف الطبق اللي معانا. بحمر اللحمة علشان تتشوح من الناحيتين او تتحمر من الناحيتين.
بضيف معلقة من الصلصة على اللحمة. الصلصة بتدي طعم جميل جدا للحمة. بقلبهم كده مع بعض. معانا عيش ناشف متحمص بدون اي اضافات. لو حابة تضيفي سمنة وثوم وتحمصيه على حسب ما بتحبي العيش. انا هنا محمصاه بدون اي اضافات علشان الطبق يكون خفيف بقدر الامكان. بنضيف الرز على العيش. الرز لونه فاتح، والفلفل اللي احنا حطيناه ما غمقش لون الرز. شايفين ما شاء الله الرز معايا متفلفل واحدة بوحدتها. بنسقسق العيش والرز بالشوربة. طبعا الفتة من الأطباق المصرية الأصيلة والجميلة في نفس الوقت. وبنغرف مع الطبق الشوربة والصلصة. وده كان طبق النهاردة ووصفة النهاردة. بتمنى تعجبكم، واستنونا في فيديوهات تانية ووصفات تانية بمشيئة الله وفي حفظ الله ورعايته. ما تنسوش تتابعوا باقي الوصفات الموجودة على القناة.